طبعا احنا اليوم في مهرجان كنز المغامرين في كلبة، وعندنا هذا الشاب الطيب من جامعة كلبة، حمد الزعابي. نعم. حياك الله اخوي حمد. الله يحييك. الله يبارك فيك ويحفظك. انتم من قسم الابتكار اظني. انا طالب من جامعة كلبة. نعم. اعرف عن نفسي اسمي حمد خالد الزعابي، طالب علاقات عامة ما شاء الله. وفي قسم الابتكار. نعم، هذا قسم جميل. انا لاحظته في جامعة خرفكان كذلك موجود، وعندكم هني. قبل لا ندخل على الفعالية هذه الجميلة، انا دائما اوقف، يعني خليني اقول لك سر، يعني دائما اوقف في الاجازه هني على باب الجامعه، ابى ادخل اسوي لقاء هناك، نستاذن، نشوف الطريقه، نشوف شو الفكر. لانه جامعه كلبه اللهم بارك دائما نحن نشوفها في الجرايد او اقصد في وسائل التواصل الاجتماعي، والاخبار عنها كبيره في الابتكارات. كل مره نشوف ابتكار، رغم انها جامعه حديثه حسب ما اعرف يعني، او نعم. جديده يعني. ودائما ابتكارات ونوعيه وجوائز وشغل في هذا القسم اللهم بارك. شو بتقول هالكلام؟ اول شيء دائما يعود الشكر والامتنان لوالدنا صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. هذا قليل نحن نقدمه لامارتنا ولمدينة كلباء، جامعة كون انها جامعة حديثة بهذا الابداع وبهذا التطور. نحن اليوم كطلبة نقدم هذه الابداع والافكار الى المجتمع بشكل عام، ونحن كطلاب دائما نسعى الى الافضل. يعني نحن ما ننافس فقط على مستوى الاماره، ولا ننافس على مستوى الدوله، لا نحن نطمح الى خارج الدوله، ننافس الجامعات الاخرى. بالعكس نحن لدينا الامكانيات مطروحه لنا، الميزانيه الحمد لله مفتوحه للطلبه، بحيث ان نحن نقدم شيء للمجتمع وللإنسان بشكل عام. نحن ابتكاراتنا دائما تكون إنسانية، ومشروع دائما المشاريع تكون وطنية دون الخروج إلى خارج دولة الإمارات. دائما نحن الطلاب نحن نبتكر هذه الأشياء، ونحن اللي نشتغل عليها بنفسنا.